الله معكم أصحاب يسوع. نسيتوا الجواب؟ رح أرجع أذكركن شو بيجاوبوا على الأبونا لما يقلن الله معكم. منجاوب الله دايما معنا. سمعوني إياها. الله دايما معنا. برافو، الله دايما معنا ورح يضل عطول حاضر حدنا وبيحبنا. أبونا كتير مشتاق لكم وحابب اليوم خبركن عن شخص حلو كتير ويسوع بيحبه كتير كتير كتير. عرفتوا مين؟ مريم. برافو، رح خبركن عن مريم العذراء. تعرفوا ليه؟ شو اللي بيميز مريم عن كل القديسين؟ ليش مهم كتير تتعرفوا على مريم؟ مريم أحلى شي صار بحياتنا نحن البشر، لأنه الله عطاها أنه تكون أمه. حبلت بيسوع 9 أشهر وولدته وصار يسوع إنسان مثلنا لما أخذ منا هي الجسد، وهيك صرنا نقول مريم أمه ليسوع، يعني مريم أم الله. مشان هيك دورة أساسي ومهم كتير بحياتنا نحن البشر، وصاروا الناس والأجيال يكرموها ويصلوا لها ويطلبوا شفاعتها. رح خبركن سر كتير حلو. على قد ما كل الناس حبوها لمريم، قالوا ليه ما منكرس لها شهر يصير لها وحدة نصلي لها ونشكرها لأنه عطيتنا يسوع. وهيك بلشوا بالقرن 18 بإيطاليا يصلوا بشهر أيار لمريم، وصارت تنتشر بكل البلدان لحد ما وصل لعنا على لبنان سنة 1833 مع وصول راهب يسوعي من روما على لبنان. هالراهب اسمه ريموند ستاف، وجاب معه أيقونة للعذراء، يعني صورة مرسومة كتير حلوة، وحطها بكنيسة سيدة النجاة ببكفية، وصار يشجع الناس على تكريم العذراء وخبرهم عن شهر أيار. صرنا كلنا بكل العالم نصلي لمريم بشهر أيار. رح أعلمكن اليوم نصلي لها سوا. قولوا معي: يا مريم أم يسوع، علمينا نحن كمان نحب يسوع ابنك كتير ونحمله بقلبنا لكل الناس. منشكرك لأنك أمنا، بتصلي لنا وبتعلمينا نحب مثلك تنصير قديسين مع يسوع مثل ما أنت كنت. آمين. باي أصحابي، انطروني بالمرة الجاية.